السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد 5. النهاردة في ريفيجن على كونسيبت 1 بعد ما خلصناه كله. هناخد ريفيجن على أهم النقط اللي في الفايف ليسونز اللي خدناهم. نبدأ كده بحاجة كانت موجودة في ليسون 1، عملناها في شكل جدول علشان نبسط المعلومة، وهي ال difference between human needs and plant needs to survive. عندنا حاجات similarities وحاجات difference مختلفة. في الهيومن needs بيحتاج water و air و sunlight، والبلانت برضو بيحتاج water و air و sunlight. يبقى الهيومن needs بيحتاج water، احنا كإنسان بنحتاج مية وهواء وضوء شمس، والنبات بيحتاج مية وهواء وضوء شمس. المختلف إن إحنا بنحتاج food from plant and animals، يعني إحنا لازم ناكل food زي أهو كده الصورة اللي قدامنا، في أهو chicken apple، وهنا أهو الاير طبعا والووتر، بس بتكلم على المختلف ما بيننا إن إحنا بنحتاج food. لإن إحنا ولكن إحنا ما بنحتاجش كربون دي أوكسيد، لإن إحنا طبعًا ليه بنحتاج food؟ لإن إحنا مش بنصنّع غذائنا بنفسنا، لكن النبات بيستطيع إن هو can make its own food by itself، بيستطيع إن هو يصنّع غذائه بنفسه، أكيد طبعًا by إيه؟ بواسطة إيه؟ photosynthesis process. وطالما قلنا photosynthesis process يبقى السلايد الجاية نراجع الphotosynthesis process، بس الأول نكمل. هنا بنقول إن هو كمان بيحتاج كربون دي أكسيد to make food، إنما الإنسان مش بيحتاج كربون دي أكسيد. أو احتياجات النبات هي عبارة عن water air sunlight soil وسبيس طبعا، وطبعا الاير ده بناخد منه الكربون دي أكسيد، والسويل دي بناخد منها الووتر والنيوترينز. تمام، احنا قلنا نراجع الفوتوسينثيز بروسيس. طب يلا بينا. ادي الفوتوسينثيز بروسيس. عندنا طبعا النبات roots stem leaves، دي اجزاء النبات، وطالما قلنا اجزاء النبات برضو نراجعها بعد الفوتوسينثيز بروسيس. المهم دلوقتي عندنا السويل فيها ووتر وفيها نيوترينز. الروتس بتعمل ايه؟ بتعمل ابزورب للووتر والنيوترينز. وعندنا ليفز، الليفز بتعمل كولكت للسانلايت وبتعمل ابزورب كمان للكربون دي اوكسيد. وعن طريق عملية الفوتوسينثيز بيتم إن النبات بيكون their own food make their own food وينتج أكسجين، والفود بتاعه في شكل sugar. طيب يلا بينا نشوف أهو photosynthesis process. It is process in which plants use the energy in sunlight أو يستخدم الطاقة في الsunlight to make their own food. طيب البلانت بيحتاج قلنا sunlight اللي هو بتيجي من الشمس، وكربون دي أكسيد جاز بتيجي من الإير، ووتر أند بلاش بقى كلمة solids دي، هتبقى بدلها nutrients ودي بتيجي من السويل. والبلانت بينتج لنا إيه؟ أكسجين وشوجر، أو أكسجين ونيوترينتس في شكل شوجر. طيب عايزين نراجع برضو حاجة تانية. قلنا هنراجع أجزاء النبات. أجزاء النبات قلنا بتتكون من ده إيه؟ roots، وهنا stem، وهنا leaves، وممكن يبقى فيه flowers، وكمان ممكن يبقى فيه fruits، بس هنا المنظر ده مفهوش fruits. طب الستيم قلنا كان فيه منه 5 أنواع. تيجي نراجع ال5 أنواع بتوع الستيم، يلا بينا. ادي 4 انواع منه، تعالوا نشوفهم مع بعضينا. parties of plant. الستيم في منه 5 انواع. اول نوع wood stem such as tree trunks and shrubs، اهو بصوا كده بيكون شكله خشبي كده، wood stem. انما تاني نوع اللي هو بتاع upright stem، والupright stem ده بيكون عبارة عن حاجة كده بترفع جزء فوقيها، وفي اغلب الوقت بيكون الجزء ده flower such as most of flower. تمام. السؤال او النوع الثالث اللي هو الكلايمب ستيم اللي هو المتسلق، اهو بص بيبقى نوع كده، اهو الستيم ونازل منه اهو الحاجه شبه كده هنا العنب، فده such as veins or grapes اللي هو العنب. وفي النوع الرابع اللي هو tubers that stem extend underground اللي هو tubers ده بيبقى underground such as potato plant، اهو بيبقى تحت الارض الزرع او الاوراق اللي طالعه لفوق كده، وهو طالع منه الثمار تحت الارض زي البطاطس او البوتيتو بلانت. طب النوع الخامس اللي هو runners. الرانرز
that stem extend above and along the ground to help form new plants called runners. يعني ايه؟ يعني ان الارض اهي بتبقى كده اللي هو الخط الاحمر ده، النبات اهو مثلا هنا هو ده موقعه، بدل ما يطلع ينمو لفوق كده لا ده هو، يعني بدل ما النبات يطلع كده ينمو لفوق كده لا، او الستيم يعني ينمو لفوق لا، دي بتنمو مع اتجاه الارض في طول الارض كده، تمشي كده 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 كده. فده بيعمل إيه؟ بيخلّي إن النبات يكوّن نبات جديد أهو، يعني هنا يقوم جاي طالع نبات جديد، أوراق وهنا أوراق وهنا أوراق وهنا أوراق، فده بيخلّي إن النبات يطلّع نبات جديد. تمام. طيب نراجع إيه تاني؟ تيجي نراجع الزايلم والفيلوم، يالّا بينا، هات لنا الزايلم والفيلوم أهو. طب فاكر الرسمة اللي كانت تحت الجدول ده؟ هاتها لنا. يالّا هنلاقي إن الرسمة دي بتقول إيه؟ إن في زايلم وفي فيلوم. الزايلم ده وظيفته إيه؟ بيبقى carry water and nutrients from roots to leaves. طب والفيلوم عكسه، بتعمل بقى إيه؟ carry الفود اللي هو تم تصنيعه في الليفز يبقى from leaves to other parts of the plant. ماشي. طب يلا بينا، الفينوم ده لما كان بيعمل كاري للووتر والنيوترينتس فروم روتس تو ليفز، كان في الليفز بيحصل عمليه اللي احنا لسه مراجعينها، عمليه الفوتوسينثيس، فكان بيتكون الغذاء. هو الغذاء هيفضل قاعد في الورقه هنا؟ لا، لازم الغذاء يتنقل من الورقه هنا يروح لباقي اجزاء النبات. كان مين اللي بينقلهم؟ الفيلوم. تمام. الزايلم transfer water and nutrients from roots to other plants or part، اللي هو طبعا leaves هنا يعني. والفيلوم transport food from leaves to the other parts of the plant. تمام. تعالوا كمان نراجع مع بعضينا الفرق ما بين السيستم بتاع الترانسبورت اللي في النبات والسكراتوري سيستم. بيبقى ترانسبورت سيستم في البلانت وهيومن سكراتوري سيستم. قلنا كان في حاجات متشابهة وكان في حاجات ديفرنس مختلفة. كانوا متشابهين في ايه؟ Both have system of vessels to transport water, nutrients and gas. إيه هما الاتنين عندهم vessels بتنقل الووتر والنيوترينتس والجاز. مش ده هنا كان عنده زايلم وفيلوم، وده هنا كان عنده arteries وفين. طيب وبوث have one way vessels. فاكرين السؤال ده لو قلنا مثلا ليه قال لك الزايلم one way vessels او الفيلوم one way vessels او الارتريز one way vessels او فين one way vessels، هتقول له ايه؟ هتقول له وظيفتها، هتقول له لان الزايلم carry water and nutrients from roots to the leaves، عشان كده بتنقلها في اتجاه واحد. انما لو هم عايزين ينقلوا بقى العكس من الليفز للروتس بيستخدموا الفيلوم، فكل واحد بينقل في اتجاه واحد بس. تمام. طب الديفرنس المختلف ايه؟ المختلف ما بين البلانت ترانسبورت سيستم والهيومن سكراتوري سيستم تكوينهم. النبات عنده حاجه اسمها زايلم وفيلوم، انما الانسان او الهيومن عنده حاجه اسمها ارتريز وفينز. طب الزايلم بيعمل ايه؟ زي ما قلنا دي عبارة عن tubes carry water and nutrients from the roots to the leaves. أما الفيلوم tubes carry sugar from the leaves to all plants parts. احنا ايه بنراجع مع بعض بسرعة شوية علشان احنا الحاجات دي شرحينها بالتفصيل في الليسون. وطبعا دي مش كل حاجة في الليسون، بس احنا مراجعين أهم وأكبر الأجزاء في الليسونز. طيب إنما بالنسبة للهيومن سيركولاتوري سيستم ده بيكون consist of arteries وفين. الارتريز بتعمل ايه؟ carry blood rich with oxygen، بتحمل الدم اللي هو مليان بالأكسجين and nutrients اللي هو الجلوكوز from the heart to all body parts. أما الفينز بتحمل carry blood that contains carbon dioxide from all body parts back to the heart، وترجعها تاني للهرت. طيب نشرح الحتة دي تاني كلها، نرجعها مع بعض تاني. احنا عندنا في الانسان في ارتريس وفي فين. الارتريس بتحمل الدم اللي بيبقى فيه اكسجين ونيوترينتس اللي هو زي الجلوكوز من القلب من الهيرت لجميع اجزاء الجسم. طيب وبعد كده الفينز بقى بترجعه تاني، بتعمل ريتيرن للدم اللي هو فيه كربون دي اكسيد من جميع اجزاء الجسم للهيرت. تمام. وعرفنا احنا واحنا بنشرح ان بعد كده الهيرت بياخده يوديه لللنج عشان يحمل فيه اكسجين تاني عشان يروح لباقي اجزاء الجسم وهكذا. تمام. عايزين كمان
نراجع حاجة تانية وهي المثال بتاع الseeds اللي كان موجود في lesson 5 ودي غالبًا آخر حاجة هنراجعها مع بعض. فاكرين الصورة دي؟ لما قلنا في طرق لنقل الseeds dispersal seeds أو تشتت وانتشار الseeds والطرق أهي وكان كل طريقة ليها مثال خاص بيها. أول حاجة floating on water إن هي بتطفو على المَيّة ودي كان المثال بتاعها كان الcoconut seeds أو travelling by wind وقلنا دي عشان ده يحصل لازم تبقى الseeds light seeds بذور خفيفة زي الmaple seeds والdandelion seeds وكل دول both of them are light seeds بذور خفيفة. وقلنا ممكن يحصل لها حاجة اسمها sticking to animal food وقلنا كمان ممكن نزود هنا معاها اسمه إيه ده human clothes بتلزق في فروة الحيوان أو ملابس الإنسان ودي بتكون زي البرودوكسيدز ودي بيكون عندها سباينز عندها كده زي أشواك فبتقدر الأشواك دي تخترق النسيج بتاع الملابس أو الفور بتاع الأنيمال وتفضل ماسكة فيه لحد ما الأنيمال يتحرك أو الإنسان يتحرك لمكان تاني بعد كده تقع منه وتبقى هي كده حصل لها عملية نقل. وفي كمان eaten by animals إن ممكن الحيوان ياكلها فتخرج مع الستول بتاع الحيوان. يعني ممكن مثلا حيوان ياكل توميتو أو أبل سيدز يعني ياكل التفاحية هي دي كده كاملة كلها ومعاها السيدز هي اللي في النص دي وبعد كده الحيوان ده يتنقل من مكان لمكان تاني ويجي يعمل ستول فالبذور دي تخرج مع الستول ما تتأثرش بأي حاجة وتخرج مع الستول يبقى هو كده نقل السيدز دي من مكان لمكان تاني. كده زي ما انتوا طلبتوا إن إحنا نراجع على concept 1 راجعنا على concept 1 الأجزاء المهمة فيه طبعا مش كله. لو أنت محتاج إن أنت تفهم concept 1 بالكامل هتخش على القناة هتلاقي في التشانل في لكل حاجة عن lesson 1 lesson 2 lesson 3 lesson 4 و lesson 5 بتاع concept 1 وكل lesson عليه الأسئلة بتاعته في نفس الفيديو ما عدا بس lesson 4 وهتلاقي lesson 1 و 2 كمان نزل لهم أسئلة كتاب المعاصر كاملة هتلاقيها جوه هتلاقي قصدي فيديو لوحدها بس جوه القناة في نفس الشانل تقدر تتفرج عليهم هتبقى ملم بكونسبت 1 كله وتقدر تحل عليه أي سؤال. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني جديد. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم ما تنسوش تعملوا لايك للقناة ولايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا الفيديو ده لزمايلكم عشان يستفادوا زي ما انتوا استفدتوا وأشوفكم الفيديو اللي جاي والحصة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.